السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو مقدما. فيديو النهارده انا جاي اكلمك في حاجه مش مشهوره قوي، وهي ازاي تستفاد بالقطع او الكومبوننت الموجوده في الاجهزه الالكترونيه بصفه عامه. بص يا باشا، الحاجات اللي قدامك دي حاجات يعني تعتبر خلع. بمعنى المواتير دي مثلا، المواتير دي خلع من طبعات، تمام. والموتور برضو التاني ده خلع من طبعة، وده برضو خلع من طبعة، وده خلع مش عارف من ايه، وده خلع من الدي في دي اللي هو بتاع الكمبيوتر العادي، وده برضو من الدي في دي. تمام. الفكرة بقى في ايه؟ في الحاجات ديت بيبقى ليها سعة. بمعنى ان الموتور ده مثلا 12 فولت، ده 12 فولت دي سي، تمام. من النادر قوي لما تلاقي موتور 12 فولت دي سي، تمام. ده مثلا 24 فولت دي سي، ده مثلا 24 فولت دي سي، ده مثلا 5 فولت دي سي، فاهمني؟ فكل ما الحاجات دي يعني المتطلبات بتاعتها بتختلف، اللي هو مثلا الفولت مثلا، يعني ده مثلا ده ممكن تمنه يعدي 300 جنيه لوحده ده. يعني لو انت جربت انك تبحث بالحاجات دي على جوجل هتكتشف اسعار الكلام ده. يعني مثلا ده ممكن يدخل في 100 جنيه، ده برضو اللي جنبه ممكن يدخل في 100 جنيه. ده انا بكلمك في حاجة يعني ملموسة وادخل على جوجل يعني لو مش مصدق. فده كان فيديو حبيت ان انا انبهك لحاجة، يعني انت ممكن تستغل الطبعات القديمة اللي عندك والحاجات دي كلها. الناس دي كلها اصلا شغاله بالمبدأ ده، يعني الناس بتوع باب اللوق والحاجات دي هم بيعملوا كده اصلا، بيجيبوا الطبعات اللي هي القديمه، وبيجيبوا الاجهزه القديمه وباخدوا منها الحاجات دي كلها، وبيبيعوها على انها مثلا بتبقى جديده، وهي فعلا بتبقى طالعه جديده. يعني مثلا موتور زي ده انا اصلا مطلعه يمكن من طبعه، او او مش فاكر بالظبط مطلعه من ايه، بس اللي جنبه ده من طبعه برضه نفس الموتور، تمام. ده طالع جديد، يعني ده شكله كده زيرو. ده انت ممكن تستغل الحوار ده، ولا هي المحلات بتاعت باب اللوق كلها بتعمل كده. ده كان فيديو بسيط كده حبيت ان انا اشاركه معاك، اتمنى يكون عجبك الفيديو، وحابب اوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. وشكرا ليك على المشاهدة.